ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. الفيديو ده جامد من الاخر بقى. اقول لكم كل حاجه عن تجارب. الحمد لله انا عامله لكم منزل لكم سلسله فيديوهات عن تجاربي او عن تجارب ناس تانية كمان هقولها لكم. ماشي؟ بس ما تنسونيش في اللايك، وانا كوبايه شاي مع لومي، وانا ماما لومي، وهقول لكم كل حاجه حلوه قوي. ليه بنخاف؟ ليه بتخافي ان انت تحطي حدود؟ لا، لازم تحطي حدود. حدود ايه يا ماما لومي؟ اتخلصي من احساس الذنب بقى. يعني انا بقى دلوقتي قاعده مع جوزي وهو قاعد ما بالموبايل بتاعه، عايزه افتح موبايله، عايزه اشوف بيكلم مين، عايزه اعمل اشوف ايه. بنتي معاها موبايلي، ابني معاه موبايلي طول النهار. لا، لازم اعمل حدود. جوزي ما يقلبش في موبايلي، في حدود. عشان الحدود دي بتعمل مشاكل. لما تعملي حدود مش هتعمل مشاكل. امال ايه اللي هتعملي ايه يا ماما لومي؟ هعمل حدود، بس احط اللايك. حدود، انا بفتش في موبايل جوزي. افرضي في حاجه كده ولا كده، هتنكد عليا عيشتي وهتنكد عليا حياتي. انا اللي جبته لنفسي. ما هو انا لو كنت اتلميت وتلبيت وقعدت ساكته وما مدتش ايدي على الموبايل بتاع جوزي وامسك فيه واعمل فيه واقول لا ده النهارده ايه ده المكالمه دي مين ده المكالمه دي مش عارفه مين. ايه ده اعمل؟ لا، لا ده لا، انت بتعمل ايه؟ انت ماسك الموبايل، انت كنت بتكلم مين؟ بيتكلم مش عارفه فلان، ده بيتكلم علانه. نكدي على بيتك بقى، نكدي على نفسك، نكدي على حياتك. خلي حياتك تقرب يا حلوه. ثم العيش مغفله؟ لا مش مغفله. بصي، خلي بالك انت اللي بتعمليه مع جوزك ولادك هيعملوه معاكي كمان. افرضي انا في مكالمه بيني وبين واحده في حاجات شخصيه، وبنتي مسكت الموبايل وخدته وقعدت الباسورد عارفينه، ما انت طبعا معرفاهم الباسورد، وهاتي الباسورد عشان نلعب بيه عليه يا ماما مش عارفه، وفتحت وقرت الكلام اللي انت بتقوليه. مش دي خصوصيات؟ ما ينفعش. دي خصوصيات وما ينفعش ان انت ولادك يتدخلوا فيها. ما هو انت اللي عملتي كده. لازم يبقى في حدود. حدود من كل حاجه. حدود في جيرانك، ان انا ما اتدخلش في جيراني، ما اتدخلش في حاجات اخواتي، ما اتدخلش في حاجات اختي. انا ما اتدخلش في حاجات جوزي، ولا جوزي يتدخل في حياتي. مش حياتي، احنا حياتنا واحده. في حياتنا في خصوصيات. خصوصيات لجوزي انا ممكن ما اعرفهاش. ممكن يكلم صاحبه في كلام مثلا كده ولا كده، وانا ما ينفعش ان انا اسمعه. مش معنى ان انا بيكلم جوزي واحده او بيعمل كده، لا. ما هو ممكن ان انا اخد فكره عنه وهو ما بيتكلمش حاجه وحشه، بالعكس ده هو بيتكلم معاه وبيشرح له على حاجات، او مثلا بيتكلموا في حاجات خصوصيه. ما ينفعش ان انت تسمعي عن جوز التاني او صاحب جوزك الحاجات التانية دي. جوزك بس برضو ما ينفعش ان انت تتدخلي ما بينك وبينه، او بينك وبين الكلام، المكالمات، المحادثات يعني بتتكلم. فلازم تبقى هنا في وقفه. وقفه ان انت لازم تخلي بالك من ان انت ما تفضليش تتدخلي مع فلان وعلان وتركان. واول حاجه، امنعي التليفون ده بتاعك مع ولادك، لان ولادك هيبقوا سيئين ليكي. ايه يا ماما ده؟ انت ماما فلانه صاحبتك بتقول مش عارفه ايه، ممكن تقول كلمه عيب. لا، هنعمل وقفه. ابني مش عايزاه يتدخل في حاجاتي. ابني مثلا شاب ولا بتاع وخد التليفون مني وقال اسمع اتكلم مكالمه ولا بتاع، لا، اشحن واتكلم. ما تمسكش تليفوني. تليفوني ده حاجه مخصوصه لي انا. تليفوني ده خصوصي. تليفوني ده ليه باسورد ما حدش يعرفه. جوزي نفس الطريقه. طب يا ماما لومي انت بتعملي كده ازاي؟ ما هو بصي يا حبيبه قلبي، استني بس عشان انا كنت كاتبه العنوان هنا. كل يوم انا بعمل ايه؟ اقوم جايبه التليفون بتاعي وعامله له الباسورد. ولادي عرفوه، لا اقوم مغيره الباسورد. ماما عايزه التليفون بتاعك يا ماما عشان العب عليه لعبه، مش لا. لا، عايزه التليفون يا ماما علشان اعمل لا، العبي بالتاب بتاعك. او مثلا يوم واحد في الاسبوع يسمعوا، وانتي اعملي الباسورد وخليهم مثلا كانش معاهم تليفونات ولا حاجه، وخدي التليفون وامسكي الفيديو ده. هو فيديو واحد تتفرجي عليه، عشان ما تديهمش فرصه ان هم يقلبوا في تليفونك. حدود في هدومك، حدود في دولابك.
ما يجوش يفتحوا دولابك. حدود في علبه المكياج بتاعتك، حدود في علبه الخزين باتسل بتاعك، اللي بتاع ده، اللي صلى على سيدنا محمد، اللي الدرج اللي انت حاطه فيه مستلزماتك. اعملي حدود، لازم يبقى في حدود. وانت بقى ايه، بتخافي من اسلوب الذنب؟ لا ما تخافيش، انت مش عامله ذنب، بالعكس انت بتحافظي على ولادك، انت فعلا بتحافظي على ولادك. اعملي حدود بقى. حدود لايه؟ حدود ادوار ومسؤوليات لكل واحد، من كل فرد في الاسره في البيت. اعملي بقى ايه؟ ادي لجوزك دوره. ما تعيشيش انت جوزك وست وراجل في نفس واحد. جوزك ليه مسؤوليات لازم تعمليها، لازم تعملي له حدود ليها، انت ما تقوميش بيها. حدود لايه بقى؟ مثلا تقديم المدارس، يروح هو يجيب اللهم صل على سيدنا، اللي يدفع الكهرباء، يجيب السباك، يجيب النجار، يجيب الكهربائي. مش انت اللي تقومي نازله، لا خليك انت جاي من الشغل تعمل انا نازله، لا. بس مش حدود ان هو يخش المطبخ ويعمل الاكل، لا. حدود دي كل واحد له حدوده. ما تبقيش انت الراجل والست في البيت، لان انت بعد كام سنه هتبص تلاقيك انت نسيتي ان انت ست، هتنسيتي ان انت اصلا مالكيش لازمه. ده انا الست والراجل، ده انا اتضغطت على نفسي وهو قاعد مرتاح ومبسوط، وانت كبرتي وشلتي الهم. لا، لازم ادي لكل واحد ايه مسؤولياته. يا حبيبي رسول الله، ادي لجوزك طبعا وولادك وبيتك. اوعي تشيلي دور الزوج طبعا، زي ما انا بقول اهو. مسؤوليه هتعملي ايه بعد كام سنه؟ هتبقي واحده ست تانية، مش هتبقي واحده ست تانية، هتبقي راجل يا ست الهانم. وتقولي بقى ايه، انا بعمل اشيل عن جوزي، لا انا مش عارفه ايه. لا، اديله هو داره، اديله هو. اعملي حدود، اعملي حدود بينك وبينهم، ان انت ليكي بيتك وولادك بتعمليه، وهو ليه حاجه تانية. ماشي؟ عوديهم، عودي ولادك على ان برضو ان هم ليهم حدود. ازاي اتعامل مع الشخص اللي ما بيحترمنيش كمان؟ اللي ما بيحترمنيش اعمل له حدود. ادام انا بقعد في مجلس وبيتكلم عني الكلام مش كويس، هقول له بص انا معلش انا ما بحبش الكلام الوحش ده. اديله خلفيه، اديله تلميح، لمحي له. هما 4 حاجات او 3 حاجات. تلمحي له اول مره، ما جاش بالتلميح، تاني مره اعملوا تسريح. تسريح ايه يعني؟ ايه تسريح يا ماما لومي؟ يعني انت قولي له بص، انا قلت لك المره اللي فاتت ولمحت لك، وانت المره دي برضو عمال تجيب في سيرتنا، او مثلا عمال تجيب مستفز وعمال تقول تجيب في سيره ولادي وكده. المره الثالثه لو عمل نفسك، بقول لك ايه، انا بطريقتي انا ممكن اعمل لك بلوك من حياتي كلها. واكدي على الحاجه دي. فعلا لو قرر التلميحات وقاعده في شغل وانت بالتلميحات وبيعمل كده وانت موظفه مثلا يعني، او انت قاعده في مجلس، او مثلا في وسط عيله وليكي اخ مثلا او ابن عم او بتاعه بيتكلم الكلام ده كله، قولي له انت لو ما تلمتش باسلوب حلو، انا هعمل حدود بيني وبينك، وهعمل لك بلوك من حتى من على الفيس وكل حاجه، مش عايزه اعرفك، وامسح تليفونك. برضه عمل كده، اعملي بقى وصممي على كده. تمام؟ طبعا الحاجات دي التهديد دوت هو هيبقى صح معاه. مثلا زي ولادك، والله العظيم 3، بس اعملي برضه حدود مع ولادك. خلي بالك، والله العظيم 3 لو ما جبت البتاعه ديت، ما انا مدياك مثلا التليفون، جه مره وعامل الحاجه دي، لا مش هديك مصروف الاول، وجه مره ما اديتوش، طب والله ما انا مديك المصروف. هيا ماما خلاص، يا ماما مش عارفه ايه، طب انا اعمل ايه؟ واديتي له. لا مش هينفع، لازم تعملي حدود من اولها. تعملي حدود يعني ايه؟ انا دلوقتي حلفت ان انا مش هديك الموبايل، يعني مش هديك الموبايل، انا هعاقبك بيه. خلي عندك حدود، خلي كلمتك واحده. هو ده الحدود اللي انت تقدري تعمليه وتمشي عليه. اما انت غير مشيتي عن كده، ولا هتعملي حدود، ولا هتعرفي تمشي، ولا هتعرفي تمشي البيت، ويبقى مالكيش كلمه، ولازم هتبقي مالكيش قيمه اصلا. لازم اعمل حدود بيني وبين جوزي، لازم في احترام. بيني وبين جوزي لازم في حدود في المعامله. مش معنى ان انا بمعامله العسكري بتاع، لا، لازم يكون في حوار كلام ما بيني وبينه، وحدود ما بيننا وبين بعض، من غير غلط، من غير استفزاز، من غير قله ادب. في حدود ما بيني وبينه بالاحترام. بيني وبين عيالي كده، لان انا عودت ولادي على الحدود ديت او الاحترام ديت. هيتعاملوا هم مع زمايلهم، مع في الكليه، مع اي حد بره في شغلهم، هيبقى برضو في بينهم وبينهم حدود. هيبقى محدش يتطاول عليهم، محدش يدوا فرصه لحد ان هو يقل مثلا منهم او كده، لان هم اتعودوا على الحدود دي من زمان منك. ما تنسونيش اللايك الاول حاجه، اللايك والشير، وكبروني. ماشي؟
طيب اللهم صل على سيدنا محمد، عشان انا كنت كاتبه كده كل الكلام ده كله. اللهم صل ما تعوديش، عودي ولادك ان انت ايه كل ده بيضغط عليك فوق طاقتك. طاقتك هتبقى خلاص، لان انت اتعودتي على كده وتعودتي على كده وتعودتي على كده وتعودتي لا. خلي ادي لنفسك مساحه، ادي لنفسك مساحه من الحريه والطاقه الايجابيه. ليه؟ كل الرجاله بتستعبط، في رجاله بتستعبط تقول لك اسيبني الشغل عليها، طب اعملي كذا، طب اقول لك ايه، ما عايزين سباك، طب ما تروحي اللي في السباك اللي في اخر الشارع ده وتروحي تناديه. لا يا حبيب امك، روح انت تنادي السباك. انا يا ست انزل اجيب السباك ليه وانت على رجلك نقش الحده؟ الحاجه دي مختصات الرجاله، انت اللي هتنزل تجيبها. طب مثلا الكهرباء، بقول لك ايه، روحي جيبي بلمبه مش عارفه ايه، وروحي جيبي ايه وجيبي ايه وانا هعملها. لا يا بابا، انت اللي هتنزل تجيبها وانت اللي هتعملها. انا بعمل في السباكه مش انا، هو جوزي. طب هاتي، قول لا انت اللي هتجيبها وانت اللي هتعملها. انا ليا مستلزماتي وانت ليك مستلزماتك. انا ليا الاكل والشرب والاولاد والتربيه والشقه، وانت ليك الحاجات اللي بره، تقديم العيال، الكهرباء، السباكه، الكهرباء، الحاجات دي كلها تعملها انت. ما يتجاوزش حدوده معايا بقى، لازم اعمل حدود. ما انت لو انت جوزتي مره قلت لي طب خليك خلاص انا نازله انا اجيب لك كهربائي، اشربي 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 وتستاهلي. نازله اجيب استاهلي، ما انت اللي عملتي كده. وهيستعبط وهيتمادى فيها. ما هي بتنزل تجيب، ما هي بتنزل تشتري، ما هي بتنزل تعمل، خليها تنزل. روحي نادي الراجل فلان، روحي نادي. وانت يا ست تروحي وتنسي نفسك ان انت ست؟ لا انت، انا ست، انا بتعامل في البيت، انا ست. ست وست الستات كمان لازم تحترمني وتعملي تقدير، لانك انت اللي هتجبري على كده. انت اللي هتعملي حدود مع جوزك، وانت اللي هتعملي حدود مع اولادك، وانت اللي هتعملي حدود مع اي حد يتطاول عليكي. اعملي حدود، والحدود دي مش عيب، بالعكس انت بتزيدي من كرامتك، بترفعي من شأنك. وخلي بالك كل ده وما حطيتيش اللايك. حط لايك يلا بقى. وانا قناه ماما لومي، كوبايه شاي مع لومي. ما تنسونيش، وان كنتوا عايزين فيديوهات تانية قولوا لي علشان نبقى مع بعض. واي فيديو عايزينه انا تحت امركم فيه، واي حوار انا تحت امركم فيه يا حبايب قلبي. باي باي.